85,000 85,000 درهم. ب 85,000 بس؟ اه بجد والله. باناميرا اللي هنا دي بكام؟ هاي 2011 2011 بكام بقى فلوس؟ 67,000. 67,000. يعني انت هنا بتمن ايه؟ بتمن نيسان صاني جديده في مصر تركب عربيه بورش. ماشي، جميل قوي الكلام ده. طب والالنترا دي؟ الانترا 2014 فول 2014 بكام؟ 33. 33,000 تقريبا، دي ارخص عربيه واقفه. طب والتويوتا دي اللي جنبي؟ 1655. 55,000 درهم. طبعا بيحبوها هنا عشان العربيات الياباني تكييفها كويس. تمام. طب ودي الكيا سول دي؟ السول 2000 سي سي. 2000 سي سي دي ما بتنزلش عندنا. دي سبورتاج. طيب والسبورتاج دي؟ 2017 ده م- على 71. 2017 ب 71,000. حلو. يا صباح الفل عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا النهارده في سوق الحراج في اماره الشارقه، الامارات العربيه المتحده، وده اكبر سوق في الوطن العربي لبيع وشراء العربيات. وزي ما انتم شايفين الحلويات اللي واقفه جنب دي، انا النهارده هقول لكم سعرها وهقول لك دي تعمل كام بالدرهم الاماراتي وتعمل كام بالجنيه المصري. وانت بقى لو عايز تنزل اي عربيه من العربيات دي، سواء انت عايش هنا او عايش في اي حته في الخليج، انا جيت وقلت لك الاسعار ويلا بينا ندخل نتفرج. دي مرسيدس يا جماعه جي 63 زي ما انتم شايفين، موديل 2017، مطلوب فيها 265,000 درهم. واللي جنبنا دي تويوتا لاند كروزر موديل 22 دي زيرو، دي الفئه اللي هي اسمها في اكس ار دي توين تربو، دي مطلوب فيها 385,000. وعندك الليكزس دي بيحبوها قوي، خلي بالك العربيه دي هنا مطلوب فيها 400,000 درهم. وعندك دي جي ام سي 84 دي مطلوب فيها 125,000 درهم. دي بنتلي 2015، تعالوا كده نبص عليها. جميلة ما شاء الله، البنتلي طبعا معروفة، يعني معروفة بالشياكة والنظافة. دي مطلوب فيها 225,000 درهم. خلي بالكم يا جماعة ان 225 دي ألف كتير، ده برضو يعني خلي بالكم مش حاجة قليلة. دي اي 350 2019 مطلوب فيها 200,000 درهم. وفيها في كول، في كول ده براند بتاع فيميه. بص العربيات كلها متفيمه ازاي، وبيفيموا لغايه النص هنا. عندك القمر دي دوج تشارجر موديل 2016 مطلوب فيها 65,000 درهم بس. اللون حلو، اللون ده اسمه ناردو جراي على فكره، شكلها جميل والله ما شاء الله. دي موديل 2016 الرانجلر دي مطلوب فيها 88,000 درهم بس. العربيه دي يا جماعه بالموديل ده بالشكل ده بالموتور ده بالحاله دي عندنا في مصر ممكن يتلف فيها مليون جنيه. جميله. انتوا عارفين ان انا بحب الرانجلر طبعا صح؟ والرانج روفر الفوج دي مطلوب فيها 135,000 درهم. تعالوا ناخد نظره عليها من قدام. طيب يلا نخش على اللي بعده. شايف السبورتج دي تمنها 75,000 درهم اماراتي. تعالى كده النيسان كاشكاي اللي بتنزل عندنا، هي اسمها هنا نيسان روج، دي تمنها 55,000 درهم اماراتي. عندك دي مثلا نيسان التيما دي تمنها 50,000 درهم بس. والكامري اللي قدامنا دي دلوقتي دي تمنها 90,000 درهم. ودي دوج تشارجر 2017 دايتونا. خلي بالك من دايتونا دي، مش اي حد هيعرفها ها. العربيه دي عامله 65,000 درهم بس. جميله ما شاء الله. دي دوج تشارجر 2016 ب 55,000 درهم بس. ودي الانترا 2019 الشكل ده موجود عندنا في مصر، بس دي امريكي ودي اعلى فئه. بكام؟ ب 45,000 درهم بس. والجي ام سي اللي قدامنا دي يوكون دي نالي، اوكي؟ فيها كل حاجه، عربيه من العربيات اللي بتقول بابا وماما. ندور. دارت العربيه. اول ما تيجي تفتح الباب هنا بص على رجلي، بص السايد سكيرت كهرباء اللي موجوده. عربيه من العربيات اللي هي بتقول بابا وماما. دي ثمنها 155,000 درهم بس. ودي رانج روفر فيلار، تعالوا كده نبص على سعرها كام؟ 340,000 درهم اماراتي موديل 2020. عندك كده فورد موستنج الكهرباء اللي هي الاي ماش، دي كهربائيه بالكامل العربيه دي. تعالوا كده نشوف سعرها
185 ألف درهم بس، يعني أقل من اللي كانت بتيجي مصر بكتير بصراحة. كل دي رنجات. تعالى كده نبص كده. 195 ألف درهم، دي موديل 2018 ودي فيلار. تعالوا طب نلف على شوية العربيات الكهرباء اللي هنا دي. أيوه السعر أهو. دي بكام؟ 162 ألف درهم إماراتي، دي اي دي 6 مش اي دي 4. وكل العربيات دي جديده، كل العربيات الكهرباء دي جديده. تعالوا نبص على الفورد دي بكام؟ ب 205 ألف بيك اب برضو. طيب المعرض ده عنده عربيات مرسيدس حلوه. تعالوا نبص على القمر اللي معمول مط ده. يا خرابي على الجمال يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا كده نبص جوه. لا جميله، كراسيها حلوه، كراسي الاي ام جي دي. دي ايه بقى؟ هي دي ايه؟ ايوه اي 63. يا سلام يا سلام على الرواقه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميله. طيب ايه اللي هنا؟ دي سي ال ايه. ماشي يعني. خلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجه برضو، المرسيدس هنا مش واخده وضعها قوي زي عندنا في مصر. للاسف المعرض ده مش كاتب اسعار، بس انا هتفرج برضو عافيه يعني، هتفرج. تعالوا نبص بقى على السي 200 الجديده دي. بصوا يا جماعه، مبدئيا كل العربيات اللي هنا اللي في المكان ده دي كلها عربيات تصدير وعربيات زيرو. دي سي 200 اعتقد فول اوبشن، الفرش بتاعها احمر. تعالوا نبص ورا كده. دي تمنها من 260 ألف ل 285 ألف درهم إماراتي. وعندك هنا الكهرباء التسلا الموديل 3 دي برضو 260 ألف درهم إماراتي. وعندك هنا الموديل واي الموجودة دي 280 ألف درهم إماراتي، ودي اللونج رينج. والفرق بين دي ودي الجنط، دي جنط اسود ودي جنط أبيض. وعايز أوريكم حاجة تانية صغيرة كده. ده ميكروباص تويوتا. تعالى كده، دي بي ام دبليو 540 وهنا 520 وهنا 540. العربيات دي حيوانه طبعا طبعا يعني. 540 دي هنقول مثلا سعر دي ثمنها بيلعب من 240 ألف درهم إماراتي لحد 260 ألف درهم إماراتي، وده سعر التصدير لو أنت عايز تجيبها مصر. كل الحلويات اللي واقفة الأمريكي دي بقى كلها جديدة، كل العربيات دي جديدة. إيه رأيكم؟ ودي برضو حاجات كاديلاك، بس انا ما سالتش على سعرهم بصراحه يعني. انا قلت ايه، خلينا في العربيات اللي احنا نقدر نجيبها. عندك دي سي ال اي 250 دي جديده زيرو 23، دي تعمل لها 227 الف درهم. عموما نادرا لما كنت بشوف 250 دي في مصر عندنا. ودي مرسيدس اي 35 اي ام جي، ثمنها 260 ألف درهم إماراتي، والعربية زي القمر بصراحة. أي نبص عليها من قدام. هايونداي كريتا ب 48 ألف درهم إماراتي. إيه رأيكم؟ أي ما يعادل تحت 300 ألف جنيه تقريبا. ودي تجوان ال 1400 دي بكام؟ دي ب 72. ب 72 ألف درهم. نيجي للداستر، دي فور ويل صح؟ دي دفع دي العادية بكام؟ 49. 49 ألف درهم. توسان 21 بكام بقى دي؟ دي على 98. 98 ألف درهم. دي أنهي موتور؟ فوق ال 1600. ال 1600. طيب جنبها 2000. اللي جنبها دي الموتور ال 2000. 2000. تمام. بكام بقى دي وموديل كام؟ ديت 2014. 2014. تمام. 8 سلندر 8 سلندر 4 اس 4 اس خليجي طبعا. خليجي بكام؟ هاي سعرها لحد ال 85000. 85000. 85000 درهم. ب 85000 بس؟ اه بجد والله. ثانية كده اوريها للناس. ماشي. وادي شكل العربية باناميرا. طيب والباناميرا اللي هنا دي بكام؟ هاي 2011. 2011 بكام بقى فلوس؟ 67000. 67000. يعني انت هنا بتمن ايه؟ بتمن نيسان صاني جديده في مصر تركب عربيه بورش. ماشي، جميل قوي الكلام ده. وكل السيارات خليجي. كل السيارات اللي هنا خليجي اللي موجوده. طيب والاموره الموستنج اللي واقفه دي؟ هاي موستنج
2018 بكام؟ بوست 4 سلندر. 4 سلندر اي نعم. ايكو بوست بكام بقى فلوس؟ هاي 80,000. 80,000 درهم. طيب ناخد نظرة عليها نشوف بقى دي العربيات اللي هي عربيات الشعب دي. كيا ريو 2019 ب 45,000 درهم لو انت عايز تركب عربيه من العربيات الاقتصاديه. طيب ال 535 دي موديل كام؟ 12 13 14 صح؟ دي الاف 10. بكام بقى دي؟ ب 45,000. 45,000 درهم. انت عارف العربيه دي ممكن تجي لها كام في مصر؟ في مصر مليون ونص. 800,000 مثلا، 900,000، مليون كده يعني فاهم؟ لا على غير الاسعار مليون ونص. احلى حاجه اللي انا يا جماعه جاي سوق الحراج في الشارقه هنا بتاع العربيات، والراجل ده مصري يعني نص الموجودين هنا مصريين تقريبا، مسيطرين برضه، مسيطرين في كل حته. طيب انا عايز اخر حاجه نشوف ايه. يعني مثلا عندك الجيبات والمرسيدس. انا لفيت على الجيبات. السوناتا دي بكام؟ السوناتا هاي وارد. وارد. اي نعم. بكام بقى؟ 2015 امم ب 32,000. 32,000 بس. كويس والله، موفره في البنزين جدا على فكره العربيه دي، تكييفها كويس. 2400 سي سي. جميل. طيب الاموره بقى اللي انا سالتك عليها في الاول دي الجولف 8 اللي هي لسه ما نزلتش مصر. جولف 8 جي تي اي. ماشي بكام بقى؟ 2022. اي نعم. دي جديده ولا مستعمله؟ لا مستعمله. مستعمله. بكام بقى العربيه دي؟ هاي 170,000. 170,000 درهم. الجي تي اي الجديده بشكلها الخطير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هتنزل المفروض قريب العربيه دي في مصر عندنا على فكره يا جماعه. طيب ايه رايي في سوق الحراج بتاع العربيات؟ بصراحه هو سوق كبير جدا فيه كل العربيات اللي انت ممكن تتوقعها، بس انا لاحظت حاجه يا جماعه، ان مفيش عربيات في الامارات هنا او في الشارقه يعني خصوصا سعرها من 10 20 الف درهم اماراتي. فدي حاجه بصراحه ضايقتني في السوق ده. اقل عربيه انا لقيتها هنا كانت بحوالي 40 الف درهم. مش عارف ده العادي في سوق العربيات هنا في الامارات ولا لا بصراحه، بس اكيد اللي معاه فلوس قليله محتاج يركب، يعني زي عندنا في مصر مثلا كده. في مصر في اللي معاه 5000 جنيه ممكن يركب عربيه، 10000 جنيه ممكن تركب 27. هي عربيه متهالكه وهتطلع عينك، بس على الاقل يبقى اسمك راكب عربيه مش مذلول للمواصلات. اكتبوا لي رايكم في اللي انتوا شفتوه النهارده في الاسعار. ايه رايك في الاسعار اللي موجوده في الامارات؟ لو حابب تركب عربيه من اللي اتصورت النهارده، ايه العربيه اللي انت عايز تركبها؟ ومفيش هنا سوبر كارز كتير، يعني هم كانوا معدودين على الصوابع 3 4 عربيات بس، لكن العربيات اللكجري هي كانت موجوده كتير جدا جدا. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في الخليج او في مصر، هتلاقي الاكواد دي بتظهر لك دلوقتي على الشاشه، وهتلاقيها موجوده كمان تحت في الديسكربشن. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نمشي في الخليج فقط، هتلاقي اكواد مكتوبه تحت في الديسكربشن، وهتلاقيها موجوده دلوقتي قدامك على الشاشه. واشوفكم على خير ان شاء الله، واعمل لايك الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا، سلام عليكم.